لو انت ثانوية عامة وللأسف مجموعك ما جابش كلية هندسة، سواء كان الفرق ده 1 أو 2% أو حتى أكتر 10 أو 20%، فما تقلقش، لسه عندك فرصة واحدة أخيرة إن انت تخش كلية هندسة. أنا عارف إن انت حلمك إن انت تخش كلية هندسة، ممكن تكون ظروف حصلت لك هي اللي خلتك مجموعك يبعد بالشكل ده، أو حتى ممكن يكون تقصير منك، وانت أظن إن انت اتعلمت الدرس كويس جدا وعايز فرصة تانية بس تثبت فيها إن انت تستحق فعلا إن انت تكون في المكانة دي. فأنا هقول لك على حل واحد بس مفيش غيره، وما تخافش، الحل ده مش هيكون معهد عالي هندسة أو كلية خاصة بتاخد آلافات كل سنة. الحل ده هيكون بكلية حكومية بشهادة معتمدة، وزيك زي أي طالب ثانوية عامة دخل هندسة بعد ثانوية عامة على طول. كل ما في الأمر إن الرحلة دي هتكون طويلة شوية، بس أظن إن حلمك يستاهل، والحل هو دخول معادلة كلية هندسة. طيب أنا دلوقتي طالب ثانوية عامة وأكيد ماليش تقديم في معادلة كلية هندسة. الرحلة هتكون كالآتي: أنت هتخش من ثانوية عامة معهد صناعي، اي معهد صناعي. اثناء السنه تانية لما تخلصها هيكون متاح ليك ان انت تقدم على معادله كليه هندسه بشهادتك في المعهد. في الفتره دي انت هتكون بتجهز للمعادله، بتمتحن الامتحانات بتاعتها، بتتدرب عليها، وبتذاكر المواد اللي انت تمتحن فيها. بس ده هيزود جدا من فرص نجاحك، وباذن الله طريقك لهندسه هيتحقق.